السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم الخيار المخلل بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم وهتخلي الخيار مقرمش، مش هتخليه طري معاكي خالص. تمام، طبعا الفيديو للاخر وانتعرفوا الطريقه. اولا هجيب معايا خيار الكميه اللي انت تحتاجيها، ويكون كده رفيع، ما يبقاش تخين خالص عشان يبقى حلو معانا وعشان ما ياخدش وقت في السوا. تمام، واهم حاجه يكون خيار بلدي، ما يكونش الخيار اللي هو الصوب ده، لا، اهم حاجه ان هو يكون خيار بلدي ويكون الخيار صابح. بس بجيب بقى معايا كميه الخيار اللي انا عاوزاها في بدرمان، في اي حاجه انتي بتحبيها تحطي فيها كميه الخيار، وتحطي معاها مثلا كام قرن فلفل. انا بصراحه بعمل كميه كبيره في برطمان كبير، بس انا قلت اجرب معاكم كده الطريقه، كنت لسه عامله وخلص، فقلت اعمل معاكم كده طريقه حبه صغيرين كده، واهم حاجه الطريقه بس ان هي هتعجبكم. بس حطيت كده الخيار وقفته كله في البطرمان، وحطيته بقى في طبق، وحطيت معاه كام قرن فلفل، بس الفلفل انا غسلاه وشايله الحته بتاعته اللي بتبقى من تحت دي، وفتحته كده بالسكينه حته صغيره بس. وجبت هنا معايا كوبايتين ميه دافيه، هي الميه مش سخنه، هي مطلعه بخار بس هي مش سخنه، هي ميه دافيه. اهم حاجه تغلي ميه وتخليها تبقى نضيفه كده، واهم حاجه تبقى متعقمه بس، وتسيبها تبرد على جنب. وتحطي بقى لكل كوبايه ميه بتحطي معلقه ملح كبيره، يعني لو 4 كوبايات ميه اللي هي اللتر بتحطي 4 معالق ملح. انا بعمل المعيار ده كده بيطلع مظبوط جدا. لو بقى كل 4 معالق كل 4 كوبايات ميه اسفه بتحطي لها معلقه سكر كبيره، ماشي. انما دي انا حطيت عشان كوبايتين بس، فحطيت معلقه سكر صغيره، السكر بتخليه يقرمش. وجبت فلفل حامي اللي هي الهريسه دي، حطيت منها بتاع معلقه كبيره، وبتاع فصين توم ولا 3. ده كان عندي توم مهروس، ومعلقه نعناع لو متوفر عندك، مش متوفر خلاص برضو. واقلب كل المكونات مع بعضيها. تمام، خلطه حلوه جدا يا جماعه. ممكن في ناس بتحط له كرفس برضو، بيبقى كويس ما بيبقاش وحش. انا بحب النعناع المجفف ده، كنت انا عاملاه فبحط منه بتاع معلقه صغيره كده، بيبقى حلو جدا بس. واحطه بقى في البطرمان واملاه كده لحد الاخر بس. هو كده خلاص اتملى، الميه بتاعته كويسه جدا وسبحان الله، يعني الحمد لله جم كوبايتين على قد البطرمان بس. اقفله بقى كويس كده واضمن ان هو خلاص اتقفل كويس عشان مينزلش ميه بتاعته، عشان ما يخشله شوا. واسيبه بتاع 5 ايام كده على الرخامه بس. هو كده خلاص استوى، حلو جدا يا جماعه، حلو حلو يعني بصراحه، جربوه. بس اهم حاجه السكر ما تنسوش، عشان السكر بتخليه يقرمش، بتخليش الخياره طريه. بس ما شاء الله جميل وطعمه حلو جدا وبيقرمش وما بيدوبش معايا خالص يعني. وده الفلفل برضو استوى ما شاء الله. اهم حاجه ان انت الفلفل تفتحيه كده نغزه صغيره من النص عشان خاطر يخش له الميه من جوه بالملح ويتملح ويبقى كويس بس. ده كده الخيار معايا ما شاء الله جميل ومقرمش جدا يعني حلو جدا، جربوه مش هتندموا.